يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل طريقة جلاش بالسبانخ، طريقة كويسة جدا ومفيدة جدا لولادنا. بس لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. معانا لحمة مفرومة، كان عندي حتة لحمة مفرومة كده، يعني دي كده أقل من الربع كيلو. طبعًا الربع يعني دي عشان أقل من ربع كيلو فما كانتش هتضبط معايا في لفة الجلاش، فهاقول لِك بقى دلوقتي عملنا إيه. دخّلنا بقى فيها بصلاية مبشورة كده، وبعد كده بقى هننزّل بعد تشويحة كده بتاع 10 دقايق بالبصلة كده. هابتدي بقى أحط إيه، حاجة بسيطة كده من الملح، وهنحط بهارات اللي هي ال7 بهارات، وبعد كده نحط سِنّة فلفل أسود وقرفة. القرفة بتخلّي اللحمة المفرومة طعمها حلوة جدًا. وبعد كده هاقلّبهم بقى تقليبة كده بتاع 5 دقايق، وهانزل بالفلفل الألوان. أنا لمّا لقيت اللحمة المفرومة قليلة جدًا، كنت واخدة منها حتّة كنت باعمل ساعتها بشاميل، فخدت من الربع كيلو حتّة كده صغيّرة أكمّلها. فما كنتش عارفة أعمل إيه، فكانت الحتّة قليلة جدًا اللحمة المفرومة. فحطيت بقى خضار زي ما أنتِ شُفتِ كده، حطينا فلفل ألوان، وبعد كده بقى خدت الورق بتاع السبانخ، غسلته وهاحطه آخر حاجة علشان يبقى محافظ على اللون بتاعه كده. السبانخ لازم نحطها آخر مرحلة، بعد ما الفلفل الألوان ياخد تشويحة كده باللحمة بالبهارات بكُلّه بتاع 10 دقايق، أحط آخر حاجة السبانخ، يا دوبك تهبط معايا كده السبانخ 5 دقايق وهاطفي عليها. وبعد كده بقى هنعمل بقى إيه 3، 4 معالق دقيق بحتة زبدة كده. بُصّوا كده هنا السبانخ هبطت معايا أهي. هابتدي بقى كده إيه أطفي إيه على تعصيجة اللحمة بتاعتي. هنا خدت 3، 4 معالق دقيق بزبدة، وبعد كده هانزل بلبن ساقع بقى عشان البشاميل بتاعي ما يبقاش متكتل معايا. وبعد كده أحط مكعب ماجي وحاجة بسيطة من الملح وفلفل أسود، وهابتدي أقلب بقى كده على طول على طول، وأول ما تربط معايا تبقى كده البشاميل بتاعتي بقت جاهزة. طريقة كويسة جدًا هتعجبِك، وأدينا بنغيّر في الأكل شوية. هتعجبِك يعني المرّة دي هتقولي إيه، لأ الجلاش فرق معايا وعجب الولاد. في نفس الوقت مفيد جدًا عشان دخّلنا فيه خضار، دخّلنا فيه سبانخ. طب إيه البديل دلوقتي لو أنا ما عنديش لحمة مفرومة وعندي مثلًا جبن؟ أنتِ اعملي مثلًا بصل، ابشري بصل، حطّي فلفل ألوان، وبعد كده هنحط السبانخ، وآخر حاجة نحط جبن. يبقى إحنا كده عملنا برضه طريقة كويسة. المهم إن إحنا ندخّل السبانخ في الأكل بتاعنا عشان طبعًا مفيد جدًا وحديد. وبعد كده بقى عملت 3، 4 ورقات جلاش، ودهنت حاجة بسيطة كده من السمنة، مش كتير أوي يعني علشان ما تبقاش كلّها سمنة يعني وكده، حاجة بسيطة كده خالص. وبعد كده قطّعتها وحطيت آخر حاجة البشاميل بتاعي. أنتِ بقى حابة تحطّي جبنة بقى من على الوش براحتك، بس أنا هي حطيت بيضاية واحدة علشان طبعًا الموضوع يبقى إيه اقتصادي معايا، ما تبقاش كل حاجة مكلفة. بس كده، وبعد كده بقى أحطها في الرف كده اللي من تحت، وإيه و وطبعًا قبل ما هاطفي بحاجة بسيطة هاخد بقى كده على الوش كده تحت الشواية، وتبقى كده خلاص جهزت معايا. هاقطّعها بقى كده، طعمها حلوة جدًا بقى. تعملي مثلًا جنبيها شوية بطاطس محمّرين، وتبقى كده أكلة جميلة جدًا تعجب الولاد، وصحية طبعًا. طريقتها حلوة جدًا بجد جرّبيها. يا رب الفيديو الجميل دوّة يكون عجبكم. ما تنسوش تخشوا تعملوا اشتراك عشان قناتي تكبر بيكم، وتفعّلوا زر الجرس علشان ينزل لكم كل جديد. وباحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.